ما في ابوي في المطار فضيحه، وانت تكلمني على المقومات. ابوي اذا انت خدم مدينه، بس خدم مدينه من اللي خدمه السعوديه او من اللي خدمه الامارات، بس مدينه واحده يا اخوي سام. ايوه على بالك خلينا نتكلم في الواقع، لا نتكلم بانحيازيه. خلينا لا نكون بس انت ابن بلدك طبيعي تتكلم عن بلادك، وحتى انا ولد بلدي واي واحد يتكلم عن بلادك. كاين تي جي في لاحق حتى المطار يا ابوي. وش هذا؟ الترامواي داير على الجزائر العاصمه، كل راك تقول لي ما كانش من المطار. وش اسمه يا اخي تخرج من المطار. وش اسمه اللي قلت وش هذا اول شيء؟ تي جي في. وش معناته؟ قطار الانفاق. يا ابوي صباح الخير، هذا الاسم اللي قلت انت، هذا اللي عند الفرنسيين، هذا مو بقطار الانفاق، هذا اللي قطار الانفاق يسمونه المترو يا حبيبي، والتي جي في هذا يسمونه الفائق السرعه، هذا مو عندكم اوريدي. هذا في عند الصين وعند فرنسا وعند المغرب وعند السعوديه، وحتى احنا بالامارات ما عندنا الثاني، احنا الامارات سريع بس. وشو انتم بلادكم فيها 10 مترات كاري، وش عندك؟ يا ابوي انت تسوي هال10 مترات هذه، يعني 10 مترات هذه تستقبل 28 مليون سائح سنويا. هذا يا احنا ما نحتاجوش السياح، احنا كون عينا في السياحه رانا طالقينها ليبر. اسم وين؟ قول لي وين اصعب فيزا في العرب؟ اصعب فيزا في العرب، قول لي برك. عطني انجاز سويته. اصعب فيزا، قول لي اصعب فيزا في العرب وين هي؟ وش يسوي عندك انت؟ حتى كوريا الشماليه اصعب فيزا ترى. ولا جيت للجزائر كيما وش يسوي عندك؟ حتى كوريا الشماليه واش ولا جيت مال الجزائر؟ لا جيت الجماعه الجزائريين هنا يعرفون ان الوالد مستثمر يا الحبيب. قبل لا تطلع عندكم الانوك من عندنا سنه 21، قبل لا تطلع الانوك من الجنوب يعرفوني، الجماعه اللي موجودين الجزائريين يعرفوني شخصيا. فالمهم بلا ما ادخل في التفاصيل يا الحبيب، حتى كوريا الشماليه انت من جماعه اللي ياكلوا الغله ويسبوا المله هكذا. يا ابوي انتوا اللي اكلتوا غلتنا ابوي، حنا شركه. انت اللي تقول لي يا ابوي، قلت لي مستثمر والله. وش قلت لي انت ما تسمع مبرمج انت. انت قلت لي هكا، سمعتك هكا. انت الحين يا سام، انت الحين تبغى تقول ان الجزائر احسن عن الامارات والسعوديه مثلا؟ ما قلتلكش احسن، صح الحمد لله. إيه الحمد لله على كل حال. حنا ما نستهزئ ابوي، حنا ما نستهزئ. الحمد لله حنا اخوان في الاخير، حنا كنا شعب واحد، حنا كنا عرب ومسلمين. حنا ما نستهزئ. حنا المصيبه انك يوم تشوف دوله، يا جماعه تكبيس لو سمحت، جانا شوي ذباب. المصيبه انك يوم تشوف انسان يتكلم من مناخيره ويتكلم عن دول ثانيه ومهتم بشؤون دول ثانيه وناسي اموره الداخليه، ناسي شعبه واموره الداخليه. وعندكم الحمد لله خير يا اخي، عندكم خير في الجزائر، وعندكم خمسه في عينيكم بركه. راكم قتلتونا يا العرب بعينيكم. عندكم مساحات يا ابوي. وش نقتلك حنا يا ابوي؟ نقتلك حتى لو كانت البلدان تموت من العين، كانت ماتت الامارات قبل 20 سنه. قول لي برك، قول لي الامارات ليه ما صوتتش على الجزائر؟ وش الامارات ليه ما صوتتش على الجزائر؟ يا ابوي كون جمله مفيده رحم الله والدينك. الامارات لماذا لم تصوت على الجزائر؟ ليش الجزائر برلمان مثلا؟ وليش وش تصوت؟ وش على ايش تصوت؟ تصوت المقعد في الامم المتحده. على وش؟ وش؟ كيف وش؟ صوتت على الجزائر مقعد الامم المتحده. كون جمله مفيده. يا دوك انا نهضر لك الهضره تاعكم، انا نهضر بلهجتي كما قالت هذيك قبيله. انا نهضر عربيه فصحى. نهضر لك هكذا، تفهم ما تفهمش ما تفهمش. لماذا لم نصوت للجزائر؟ على وش انتم اسرائيل والمروك وزوج دول اخرين ولا ثلاثه. قلت لك انا قلت لك على الدول، قلت لك باسكو انتم في انتم راكم وجه واحد، انتم واسرائيل والمغرب راكم في صف واحد. تقيدي فيكم اسرائيل، واش تقول لكم ديروا. احنا الحمد لله قالها الرئيس تاعنا، الجزائريون ولدوا احرار ويبقوا احرار في تصرفاتهم وفي كلش للممات. المهم احنا احرار واحده. الدوله ما تمل علينا. يا ابوي الحبيب، انت تدري وش الحرار؟ يوم تكون عندك بزنس ويكون عندك سواق وسياره وراتب وتقدر تتنقل لجميع دول العالم. الحمد لله انا موظف في الدوله الجزائريه. الحمد لله وش الحمد لله على كل حال. طبعا الحمد لله الصحه والهنا يا ابوي. الصحه حتى البغل عنده صحه وهنا يا ابوي. خلنا نتكلم واقعيين الحين يا ابوي. انت استغفر الله العظيم والله يا سام اخوي، ما ودي ازعل منك ولا ازعلك. مانيش نزعل انا والله، اني نقصر برك. بس كن واقعي شوي الحين. هي الحمد لله على كل حال. بس
انت ليش مبرمجين على ايديولوجيه ان اسرائيل تتحكم وان العالم يتحكم وغير؟ شوف اذا تحكم اسرائيل يا ابوي خلها تتحكم. انا حتى لو يحكمني الشيطان اهم شيء نعمه الامن والامان والغذاء. احنا الحمد لله ثاني الامان، الحمد لله الحمد لله ثاني الجزائر الحمد لله. يا ابوي لحظه شوي يا اخوي سام، انت الحين بالله عليكم انت بتقارن، الحمد لله على كل حال، انت تقارن نفسك مع اي دوله، قارن نفسك مع مالي، مع غينيا، مع كينيا، اقول لك اوكي، بس لا توصل تقول لي الامن والامان ولا اكل والغذاء والسفر وغيره. ابوي تدري ان الدوله تقاس بعملتها وتقاس بجواز سفرها. انت تجيب العمله، انت اقتصاديا احسن من الصين. العمله تاعك اكبر غلاء تاع الصين. كاين ولا ما كاينش؟ انت اقتصادك احسن من الصين؟ ايه ايه طبعا اقتصادي اغلى من الصين والله. ايه والله ابي والله ما ندريك فوخ اكثر من هوك كما يقولها الرئيس تاعنا. الحين وش هوك هذه؟ ايه هوك هم يفهموها، راهم يكتبوا في الكومنتات. الحين بالنسبه لك الصين احسن ولا الامارات؟ الحين بالنسبه لك الصين احسن اقتصاديا ومنو اللي عنده على دخل فردي؟ اللي الصين ولا الامارات؟ منو عايش احسن عيشه يعني الحين، الامارات ولا الصين؟ انتم فيكم في قدام عندكم المليون، قدام عندكم النسمه، فيكم تجيب لي الصين 100 مليون ولا قداه ولا 120 مليون. حتى السعوديه 30 مليون نسمه. بس خليك لو اقتصاد قوي، شوف لازم وش يستفيد ابن البلد، ما يهمني انا اذا اقتصادي قوي وابن بلادي مو مستفيد وش اسوي بالاقتصاد هذا؟ يروح يزق الاقتصاد وما عليه. انا ابوي لازم المواطن يستفيد. الدخل الفردي انه 3000 يورو 3000 دولار. دوكا انايا كيما انا معليش عندي 150 يورو ولا ما يبيش في الشهريه تاعي. علاه انا نقيس روحي كيفاه؟ قول عربي وش سكسون وش تقول انت؟ قلت لي بالاورو، انا نوصيك بالاورو. يا بس مو بتقولها بالفرنسي، انا قلت الاورو عادي يقولونها بالعربي بالانجليزي. 150 اورو كما نقولوا بصح في الشهر. في الجزائر راني عايش في الجزائر، مانيش عايش في فرنسا. 150 اورو ادفع حق الجوال شهريا ذي. انت عندك بصح كون تجي 150 للجزائر شفت كيف تعيش؟ كيف تعيشك لاباس الحمد لله. مثل شوشع. يا انت تستفز فيا؟ ما بستفزك والله. شوشع شوشع على بالك باللي مريض والله احب. انا شخصيا من ليش اقول لك مثل شوشع؟ لان شوشع هو الانسان اللي اشوفه صاحي في الجزائر وعايش احلى عيشه، عايش الحمد لله، يدور مع لي جان اللي يروح للريستورون ياكل بيان، يدور مع في طوموبيلات لاهوت كلاس. واش تحوس؟ الحمد لله ما بحوس شيء. لما تقول انت حوس ما حوس والله العظيم. مرات تقول كلمات ما افهم اخوي سام، بس لا تاخذني بموضوع، تراني ما زعلك ولا زعلك منك ولا طقطق عليك ولا تمسخر عليك. بس انا ودي الانسان اللي يقول الحق بس هذا. انا ودي انسان. انت شوف دولتكم دولة، انا عارف انه مو من الحاكمين الرسميين، عارف ان الدول ثانيه تتحكم في الامور. حتى لو كانت مثلا احنا حتى نقول انت على قولتك مثلا انا مشيك. لو اسرائيل تتحكم في نظامي الداخلي مثلا او في رؤسائي او في حكامي غيره، اهم شيء ان احنا شايفين الخير. بس انت المصيبه يتحكمون فيك ولا انت مواكل الغله. شكون قال لك تاك عايش معايا يا ابوي الحبيب؟ استغفر الله العظيم. تاك عايش معايا يا ابوي. حنا الحين في شيء اسمه عالم الانترنت، في كل شيء يقدر يعرف حتى حوله. يا خلينا اخوي الانسان. وش انت عندك مشكله مع الشعب الجزائري ولا مع الحكومه الجزائريه؟ انا الشعب الجزائري احبه واحترمه. وعلى فكره يعرفوني موجودين اثنين من البث، مراد وعلاء، حتى انهم يشتغلون مع اخوي الصغير. واحبهم واحترمهم واحترم والدتهم الله يحفظها ويطول بعمرها، هي جزائرية وواحد من هذه المنطقة ما بتنطق لي هذه المنطقة المازيغية تيزي وزو والثاني من وهران. بس الله احبهم واحترمهم اثنين. انا المشكله الشعب ما عندي، انا مشكلتي ويش؟ التفاهات يطلعون المسؤولين كل يوم يقولون تفاهه يغلطون الشعب،
مثل وانت شكون باه تنتقد الحكومه الجزائريه؟ كيف انا انت جزائري. انت ما ودكم مسوين فلسطين قضيه على اساس احنا عرب ومسلمين، فكنا عرب واحد يعني ترى احنا لكن موضوعك ماكش تتكلم على فلسطين، راك تتكلم على الحكومه الجزائريه. مثال يا الحبيب، انتم ليش مبرمجين على تروح الحبيب؟ تراني المفروض احنا كنا عرب لازم تجينا غير على بعض. انت ما طلع رئيسكم اول امس وقال تكلم عن حاكم امارات راس الخيمه، مع انه سوى غلط وقال حاكم الخيمه، بس مشينا مع الامور الدنيا.